قبل ما تتحمس وتبدأ تبني النموذج المالي بتاعك لازم تبص على الصورة الكبيرة الأول. مفروض إنك ناوي شركتك تفضل شغالة فترة طويلة، وده معناه إن النماذج المالية بتاعتك لازم تبقى معمولة على المدى الطويل. وخلينا أدي لك مثال، من كام سنة كنت براجع نموذج مالي للعميل. النموذج كان معمول ل10 سنين عمر افتراضي للتكاليف. كان بيطلع نتائج كويسة إلى حد ما، بس حسيت إن بنية النموذج نفسها بايظة. يعني مثلا أي تعديل بسيط كان شبه مستحيل يتعمل، ودي نقطة أساسية جدا. وفوق ده اصحاب البيزنس او الستيك هولدرز بدا يشكوا في مصداقيه النتائج. وبعد ما قضيت وقت طويل احاول افك الشغل اللي معمول على اكتر من 50 شيت اكسل، لقيت ان النموذج ده شبه بيت فيلا ضخمه. بدا في الاصل الكوخ صغير، وكل ما احتاجوا غرفه جديده زودوها بطريقه عشوائيه. النموذج بدا بسيط، لكن مع الوقت كل ما يضيفوا متطلب جديد كبر جدا، وبقى محدش عارف يتعامل معاه حتى العميل نفسه. فعملت اجتماع وشرحت وجهة نظري. العميلة عرضت شوية شيتات ورسوم شكلها حلو، لكن في نفس الوقت قالت إن هي مش عارفة تحدث النموذج بسهولة، وإن أصلا محدش كان بيستخدم البيانات ديت بشكل فعلي. الخطة بتاعت النموذج المالي مش لازم تكون معقدة، أنا بتكلم هنا على ورقة واحدة بس، عملية بسيطة توضح ليه النموذج المالي مطلوب. يعني مثلا أي قرارات الإدارة هتحتاج إن هي تاخدها بناء على الكلام ده. فهل مثلا الستيك هولدرز، لأن ممكن يبقى في أكتر من جمهور محتاج يستخدم مخرجات النموذج ده. كمان ايه البيانات المطلوبة وهتيجي منين، زي البيانات المالية، معاملات العملاء، او اي مصادر تانية. كمان الجدول الزمني، بحدد المراحل الأساسية، وبفضل تشتغل بالعكس من ميعاد تسليم النموذج. كمان يكون في نموذج مبدئي موك اب يبين شكل التقارير النهائية ممكن تطلع ازاي. ده بيخلي اصحاب المصلحة او الستيك هولدرز يقتنعوا بالفكرة بسرعة. الخطة دي عنصر اساسي علشان تبني نموذج مالي مرن وسهل التعديل عليه. ولو عملت الخطوة دي صح، ممكن تلاقي نفسك بعدها بتشتغل مش على أكواخ، لا، على ناطحات سحاب. يعني كم مرة سمعت عن أنظمة اي تي فشلت بسبب تصميم ضعيف، أو عن مباني اتبنت غلط أو اضطروا يهدوها ويبنوها من الأول. أنا فاكر مرة كنت بشتغل على نموذج تكاليف مبني على الأنشطة اللي هو الاي بي سي، الاكتيفيتي بيست كوست. فضلت ازود متطلبات وحسابات جديده كل شويه لحد ما في يوم النموذج وقع ومبقاش شغال. بعد ما قعدت افكر لقيت ان السبب بسيط جدا، انا اصلا ما خدتش وقت اعمل تصميم للنموذج من البدايه. يعني تخيل تطلب من مقاول يحط اساس بيت من غير ما يكون عندك رسمه هندسيه، مين بيعمل كده؟ صح، احنا مش بنعيش جوه النموذج المالي، بس لو بنيته من غير خطه تصميم اساسيه النتيجه هتكون كارثيه. طيب ايه هو تصميم النموذج المالي؟ ببساطه هو ملخص بيشرح ازاي النموذج هيشتغل من المدخلات لحد المخرجات. وخلينا اديلك مثال بالنموذج اللي قلت لك عليه اللي هو الاكتيفيتي بيست كوست. انا هنا عامل لك مخطط تصميم بسيط يساعدنا نفهم الفكرة. يعني المرحلة الأولى مصادر البيانات اللي النموذج محتاجها، والمرحلة الثانية الأنشطة اللي لازم نحدد تكلفتها، وفيها كمان محركات التكلفة اللي هي الكوست درايفرز واللي بتساعدنا ننجز الخطوة دي. المرحلة الثالثة المنتجات والخدمات اللي محتاجين نحدد تكلفتها، وكمان ازاي هنربطها بالأنشطة اللي جمعناها في المرحلة الثانية. والمرحلة الرابعة التكاليف الكاملة للمنتجات والخدمات، وفيها بنحدد كمان الدرايفرز اللي بتوصلنا للمرحله دي. وبالمناسبه قبل ما نكمل موضوع الفيديو حابب اقول لك على حاجه مهمه. لو انت شغال في التصنيع، اداره، محاسبه، او حتى صاحب بيزنس وعايز تفهم ارقام مصنعك او شركتك بجد، انا عامل كورس كامل بيشرح المحاسبه الاداريه من اولها لاخرها، وده بشكل عملي وبسيط، وبستخدم في الكورس برنامج اكسل. الكورس معمول من خبره حقيقيه في المصانع والشركات، ومن الاخر هيريحك من العشوائيه ويخليك كل جنيه رايح فين وراجع منين. هتتعلم ازاي تبني تكلفة منتج صح، وازاي تاخد قرار مبني على ارقام بدل ما يبقى الموضوع احساس او تخمين. ولو شغلك مرتبط بالانتاج او التسعير او حتى متابعة الاداء، الكورس ده هيغير لك طريقة شغلك حرفيا. هسيب لك لينك التواصل تحت الفيديو لو حابب تبدأ. وخلينا نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. الخلاصة اللي محتاجه علشان تبدأ هو مجرد مخطط تصميم اساسي يوضح لك كل حاجة هتمشي ازاي. ولو انت واثق في نفسك قوي ممكن يجي في بالك تتخطى خطوة التصميم وتدخل على طول في بناء النموذج. بس صدقني دي وصفة سريعة للفشل. فنصيحة، خد وقتك وحضر خطة تصميم، وانا اضمن لك النتيجة هتكون نموذج مالي اقوى ومرن اكتر ويستحمل اكتر على المدى الطويل.